عمرك كنتي في شي مناسبة، عرس مثلا او غير شي مجمع مع صحاباتك، وبانت لك شي وحده ماشي بالضروري تكون هي الزوينه في دوك البنات، وماشي بالضروري تكون هي اللي لابسه اغلى ما كاين، ولكن كاع العينين عليها، غير كتهضر كلشي كيسكت وكيسمع ليها، غير كتحرك كلشي كيلاحظها، بحال الا عندها شي مغناطيس مخبيها تحت حوايجها. وفي المقابل كاينين بنات اللي تبارك الله كيكونوا غزالات، كيكونوا تبارك الله الزين والقلده، ولكن كتحسي بهم بحال الا ما كاينينش، بحال الا ناقصاهم ديك الروح وديك الجاذبيه. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي حساس شي شويه، يمكن يغير لك النظره ديالك لراسك والانوثه ديالك. ما غنهضروش على الحوايج، على الماكياج ولا على كيفاش تكوني زوينه شكلا، ولكن غنهضروا على الهاله ديالك. علاش شي بنات كيطيروا العقل بلا مجهود؟ واش هاد الشيء زهر؟ واش هذه كاريزما خدموا عليها، ولا كاين شي سر اعمق من هادشي؟ بقاي معايا حتى الاخر، لان هاد الحلقه غتخليك تعاودي الحسابات في طريقه التفكير ديالك والطريقه كيفاش كتعيشي حياتك. الو قبل ما ندخلوا للتفاصيل بغيت نقول لكم ديجا شكرا على الدعم ديالكم، وإلا كنتي اول مره كتشوفي هذا المحتوى ديالي وبغيتي تطوري من راسك، ما تنسيش ديري سبسكرايب وتفعلي الجرس، لان وجودك معايا كيشرفني بزاف. يلا هزي قهوه ديالك واجي معايا نفهموا هذا السر. اول حاجه غنهضروا عليها هي الهاله، ماشي سحر. بزاف ديال البنات كيصحاب ليهم ان الجاذبيه هي شي حاجه اللي كتزاد مع الانسان، بحال الا دوك البنات اللي كيكونوا كيجذبوا الناس عندهم الزهر، ولكن الحقيقه هي ان الهاله ديالك هي داك الاثر العاطفي اللي كتخليه نتيا في الناس، هي ديك اللغه او دوك الكلمات اللي كتهضري بهم بلا ما تهضري اصلا وبلا ما تحلي فمك. نعطيك مثال، واش عمرك تلاقيتي بشي واحد وحسيتي براسك مرتاحه معاه او بغيتيه بدون سبب؟ او العكس، ملي كتلاقي مع شي واحد ما كترتاحيش معاه او كتنفري منه بلا ما يدير لك حتى شي حاجه وبلا ما يعاديك؟ الوغ هنا كنهضروا على الهاله، يعني هذاك الاثر العاطفي اللي كيخليه فيك داك الانسان راه هي الهاله ديالو. الوغ اجي نهضروا دابا علاش الهاله ديالك كتحسي بها او كتكون طافيه. خصك تعرفي ان اكبر عدو للجاذبيه ديال المراه هو الاحتياج. فاش كتكوني عايشه غير باش ترضي الناس، باش هما يختاروك او لا باش يقولوا عليك زوينه او مرضيه او اي حاجه، هاد الطاقه ديال عافاكم شوفوني راه كتطفي الجاذبيه ديالك، لان الناس كيبداو يحسوا بك انك عندك واحد النقص، واخا تكوني لابسه اغلى الملابس واغلى المجوهرات. المراه اللي كتحاول تكون جذابه بالتصنع هي ابعد وحده على الجاذبيه. يعني باختصار، مني كتكوني كتعطي للناس واحد الاحساس بانك محتاجه ديك النظره الايجابيه ديالهم ليك، هنا كتدخلي في طاقه الاحتياج. دونك شنو خاصك ديري؟ السر هو في الانسجام الداخلي. الجاذبيه الحقيقيه هي فاش كيكون داكشي اللي لداخل عندك مطابق لداكشي اللي برا. كيفاش؟ هي فاش كتكوني متصالحه مع راسك، كتكوني متصالحه مع الحزن ديالك، مع الفرح ديالك، مع داك الفشوش ديالك، مع اي حاجه زوينه فيك، حتى العيوب ديالك. فاش كتكوني حقيقيه، لان المراه اللي ما كتحاولش تبت للناس شي حاجه هي اللي كتولي بحال المغناطيس وكتجذب كاع الناس اللي كيكونوا دايرين بها. الوغ السر ديال الانوثه المغريه، الانوثه في 2026 راه ما بقاتش هي الضعف، هي انك تكوني ضعيفه او تخلي الاخر يحس بانك ضعيفه قدامه. بالعكس، الانوثه هي واحد الطاقه ديال الاستقبال. المراه اللي الهاله ديالها كتكون قويه هي اللي كتعرف ترسم الحدود ديالها، هي اللي كتقول لا بكل ادب وبكل تباته ورزانه، هي اللي كتعامل مع الجسم ديالها كانه واحد الوطن، كانه واحد المسكن كتعيش فيه، كتحترمه، كتهلا فيه، ما كتعاملش معاه كانه مجرد سلعه كتسنى التقييم ديالها من عند الاخرين. يعني باختصار، تعاملي مع الجسد ديالك كانه واحد الدار انت ساكنه فيها. ملي كتكوني ساكنه مثلا في شي دار، راه بيان سور كتنوضي، كتسيقيها، كتنقيها، ديري فيها مثلا ديكورات زوينين، كتخلي ديك الدار واحد المكان اللي كتكوني مرتاحه فيه. نفس الحاجه طبقيها على الجسد ديالك، تعاملي معاه بكل حنان، بكل لطف، تهلاي في راسك، ديري ماسكات طبيعيه، خرجي ديري سبور، كولي مزيان وما الى ذلك. لان هذا الشيء كله غيخليك تكوني ديجا مرتاحه مع راسك ومتقبله راسك، وغتكوني شبعانه عاطفيا من الداخل ديالك وما محتاجاش تصفيق ديال حتى شي واحد. وهنا فين كيبدا السحر، لان هذا الاكتفاء الذاتي اللي كيكون عندك كيخلي الناس الاخرين يخافوا منك وفي نفس الوقت كينجذبوا لك، لان الناس كيبغيو يكونوا دائما قراب من شي حد اللي عارف قيمته. نقطه اخرى، بزاف ديال البنات كيغلطوا، كيصحاب ليهم انهم الا سكتوا على حقهم او الا نافقوا او كتموا دوك المشاعر ديالهم راه غيوليو محبوبين عند الناس وغيوليو عزيزين على الناس. ولكن راه بالعكس، تما فين الهاله ديالهم كتولي كتطفى.
لان الجاذبيه كتبدا النهار اللي كتكوني حقيقيه مع راسك وكتبداي تسولي راسك واش انا مرتاحه مع راسي، واش انا انسانه كتعرف تواجه المواقف وتواجه الاخرين. وبلاصه ما تبقاي تسولي راسك واش غادي نعجبهم، سولي راسك واش انا مرتاحه مع راسي. الوغ كنتمنى هاد الهضره تكون قاست فيك شي حاجه اليوم. الا حسيتي بهذا الفيديو زادك ولو شويه ديال الثقه، بارطاجيه مع صحاباتك اللي محتاجين يسمعوا هاد الهضره هذه. وقولي لي في التعاليق واش عمرك تلاقيتي مع شي شخص عنده هاد الهاله بلا ما يهضر. شكرا على المشاهده ديالك، نشوفك في الحلقات المقبله. تهلاي في راسك وفي الهاله ديالك.